رب بعد كده البدعة على خير. ايه الجزة؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيخص ناس كتير حوالينا، اللي هو الاكتئاب. لو بتحس انك مضغوط او مكتئب او تعرف حد كده، يبقى الفيديو ده ليك. الاكتئاب ده مش زعل عادي، ده حزن شديد، فقدان اهتمام بالحياة بيستمر لفترة طويلة. وفي نوع تاني معقد شوية اسمه اضطراب ثنائي القطب، ده بيخلي الواحد ما بين حالة اكتئاب وحالة كويسة لدرجة ممكن تكون خطيرة. المخ بيشتغل بمادة كيميائية اسمها الناقلات العصبية، زي السترونين ده بتاع المزاج والسعادة، والنور ادرينالين ده بتاع الطاقة والانتباه، الدوبامين ده بتاع التحفيز والمتعة. الأدوية بترفع مستوى الهرمونات دي ترجع لمعدلها الطبيعي، منها مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية. الأدوية دي بتزود السيروتونين، ودي أكتر أدوية مستخدمة للاكتئاب والألم، زي البروزاك والسيبراليكس، وبتتاخد من وقت أسبوعين ل4 أسابيع عشان تبدأ تشتغل. تاني نوع مثبطات امتصاص السيروتونين والنور أدرينالين، مفيدة للاكتئاب كمان لآلام الأعصاب، زي السيمبالتك والإفيكسول. والنوع الثالث مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، قديمة لكن فعالة، بس آثارها الجانبية أكتر شوية: نوم، جفاف فم، مشاكل في القلب، زي التريبتيزول والأنافلارين. بنستخدم النوع ده من الأدوية. رابع نوع مثبطات إنزيم أحادي الأمين، بنستعملها في حالات اللي ما تنفعش للحالات اللي فاتت عشان ليها تفاعل خطير مع أكلات معينة، وكل دواء ليه طريقة مختلفة. وفي نوع أخير الولبترين، تعملها عشان تساعدنا ان احنا نبطل تدخين. ممكن ارشح لك حاجه زي الميتانولين لو عندك ارق او نومك مش منتظم، خصوصا مع الضغط النفسي. جرب الميتانولين، وده مكمل طبيعي بيساعدك على تنظيم النوم. وده كان ملخص بسيط وسريع لادويه علاج الاكتئاب. لو حاسس انك محتاج تتكلم مع دكتور، ما تخليش الموضوع يعدي. شكرا لمشاهدتكم، وشير الفيديو ده لو انت شايف ان هو ممكن يساعد حد.